ما يهمنيش، ما عادش يفرق. انا دخلت مجلس الشعب بالهدف في حياتي، عايز اعمل حاجه لبلدي، عايز اختبر شعبيتي في طنطا. صدقتش انه في هذا الكم من البلطجه، هذا الكم من التزوير لاراده الناس، يعني بقيت في حاله ذهول يعني. طيب قول لي، يعني اتقال برضو، خليك بصراحتك دي، طبعا اتقال انك في نفس الانتخابات في 2010 سويت بطاقات لنفسك في بعض الصناديق. حصل طبعا. ده اعتراف احترمك عليه واقدرك عليه. طبعا حصل في معظم اللجان. في معظم اللجان في لجنه سودنا فيها 5000 بطاقه. ليه؟ راجل بيقول لك تعالى املى الصناديق، هتقول له لا. يقول لك ايه؟ تعالى املى الصناديق يا عم. صباح الخير قال لك الراجل اللي قاعد على اللجنه. الراجل اللي على اللجنه يقول لك تعالى صباح الخير قال لك صباح الخير كده يا كابتن، مش تيجي تملى بطاقتين؟ فانا واخدها جد بقى يعني. يا عم تعالى. فاخدت بطاقه، ما قال لي لا، فاداني 200 بطاقه، فاحنا داخلين 10. فكل واحد خد 200 بطاقه، وبعدين واحد ابن حلال تبعنا راح واخد البتاع كله تقريبا يعني. حطينا حوالي 5000 صوت في النتيجه، لان احنا واخدين في اللجنه دي 38 صوت. وعليكم السلام. انا مصري يا كابتن شوبير وبكلمك من السعوديه، بس صدقني بالله العظيم انا ما اعرفك، بس اذا كنت انت عندك حسن الحديث واللباقه واللي انا شايفه في وشك حاليا، انا هكلمك بكل ادب على فكره، بس انا مصري زيك، انت صعبان عليا جدا، بس اذا كنت ربنا يعطيك حسن الحديث واللباقه جاوبني على السؤال اللي هسالك عليه حاليا رجاء. اذا كان شوبير مواطن مصري، ومرتضى منصور مواطن مصري، وإيهاب صالح مواطن مصري، انت انه ترتيبك فيهم من الأسوأ الى الاصلح؟ رجاء جاوبني. اعلم ان جميع الجمهور الاهلي ما لقيت حد بيحبك يا اخي. رجاء ارحم نفسك. نعم ارحم نفسك. ما نعم وصلت رسالتك المحاسبة. بس الجميل بقى انه الشباب دول عارفين الوحيد اللي كان ليه 7 مطالب اساسيه من البدايه كان الدكتور محمد البرادعي. الجبهه الوطنيه للتغيير او الجمعيه الوطنيه للتغيير كان لهم 7، قال لك 7 مطالب اساس الاصلاح في مصر، الاصلاح السياسي في مصر. وفضل الراجل على موقفه من اول يوم. عشان كده ايه؟ انه الراجل ده جه قال انا ليا 7 مطالب، قاعد بقى في فيينا، قاعد في سويسرا، لكنه قال لك المجموعه بتاعتنا ليها 7 مطالب. 1 2 3 4 اللي اتحققوا تقريبا كلهم دلوقتي تقريبا. وكان مصمم من اول يوم يقول لك الرئيس يغادر الحكم. ده كان مطلب الدكتور. رجعوا من اول الثوره، او رجعوا لا من قبلها ب5 ايام. اصلا انا المشكله عندي ارشيف جيد، فبقعد استرجع واقعد اذاكر واقعد اقرا اشوف مواقف الناس ايه. الدكتور البرادعي من 1.5 سنة 2 بدا يقول هذا الكلام. هذا الواحد اعضاء الامانه العامه للحزب الوطني الديمقراطي حريصين دايما ان هم يكونوا موجودين معاكم النهارده، لكن دائما وابدا امل الشباب ونجم الشباب ومستقبل الشباب حبيبكم كلكم في كل مكان، بنحبه من قلبنا، هو الحب بتاع ربنا، لا نتباع ولا نتشرع. احنا بنحبه بحبنا، بيروح في كل حته في مصر، في القرى الفقيره والقرى الغنيه، بينزل الاحياء، بينزل المدن، بينزل الاقاليم. مفيش حته في مصر ما قالش انه اخر جمال واخر جدعنه وابن بلد
للاستاذ جمال مبارك حبيب الشباب وحبيب كل المصريين. يفض الاعتصام لتمتد المشادات إلى خناقة بين النائب أحمد شوبير والنائب الإخواني يسري بيومي إثر ملاسنات واتهامات متبادلة من الطرفين، بعد أن اتهم بيومي النائب شوبير بأن دوره في قضية العمال مشبوه وأنه متواطئ مع المستثمر، مما أغضب شوبير للحد الذي وصل إلى محاولته التهجم على بيومي، إلا أن النواب تمكنوا من منعه. في حين اللي انا شفته من سيادتك الليله دي ان انت لسه لابس جلابيه او لبس الحزب الوطني، وانت كنت راجل من العهد السابق وكنت من الحزب الوطني وما زلت من الحزب الوطني، وكنت عضو مجلس الشعب حزب الوطني، وكنت بتقعد معاهم جمال وعلاء وعز وزكريا عزمي والرئيس مبارك. نعم، والرئيس مبارك. نعم، واحمد نظيف واحمد المغربي. كنت قاعد معاهم كلهم في اجتماعات. والعادل. نعم. ماشي يا كابتن. كلامك النهارده وردك على الراجل بتقول له ان هم كانوا بيبيعوا لبن. واحد بيتصل بيك يا كابتن تتريق عليه ليه يا كابتن؟ شكرا على الحصه. المعلومات اللي عندي انه شيكابالا انهى قصه احترافه الخارجي، خلاص هينهي الدوري السنه دي مع الزمالك ودمتم، وهيسافر هيمشي خلاص، هو ما عادش طايق. والخروج من بطوله افريقيا كمان نهاله اماله، فقال لك انا عندي امل اخد الدوري السنه دي وابقى صنعت حاجه كويسه، خاصه ان انا هداف الدوري مع النادي وماشي بقى، كفايه مشاكل وكفايه ازمات. وكان شديد القرب من عبد الواحد السيد، وهو شديد القرب اكتر من جماهير الزمالك، لكنه هو مش عايز يعني زهقان.